3 أطفال اختفوا من شقة واحدة بدون أي آثار، بدون بلاغ، بدون صراخ. والأغرب إن القاتل كان والدهم. لكن الصدمة الحقيقية مش في الجريمة نفسها، بل في السبب اللي خلاه يعمل كده. يقال إن أقوى الروابط على وجه الأرض هي غريزة الأمومة وحماية الأب. روابط خلقت لتكون الملاذ الآمن والدرع الحصين. لا، ماذا يحدث حين يتحول الدرع إلى سكين؟ وحين يصبح الملاذ هو المقبرة؟ نحن اليوم بصدد الحديث عن واحدة من أغرب وأبشع القضايا التي سجلت في دفاتر الجنايات المصرية. قضية لم تهز القلوب لرعبها فحسب، بل لبرود أعصاب مرتكبيها. سنغوص اليوم في كواليس مذبحة المرض، لنفهم كيف يمكن للوهم أن يغتصب العقل، وللحقد أن يقتل البراءة. في أحد أيام عام 2019 لم يكن ضباط قسم شرطة المرج يعلمون أن السيدة الواقفة أمامهم بوجهها الشاحب وعينيها الزائغتين تحمل في جعبتها سررا سيغير مجرى حياتهم. هالة الزوجة الثانية قررت فجأة أن تكسر صمتها الذي استمر لسنوات. لم يكن بلاغا عن سرقة أو نزاع جيران، بل كان اعترافا مزلزلا. أطفال ال3 قتلوا، والقاتل هو والدهم وزوجته الأخرى. في البداية ظن الجميع أنها تعاني من اضطراب نفسي أو تبحث عن انتقام كيدي من زوجها، لكن التفاصيل التي بدأت ترويها كانت شديدة الدقة، شديدة الرعب، لدرجة أنها لا يمكن أن تكون مجرد خيال. لفهم ما حدث يجب أن نعود سنوات إلى الوراء، داخل شقة ضيقة جمعت بين أحمد الرجل العاطل ذو العقلية المتصلبة وزوجتيه إيمان وهالة. إيمان الزوجة الأولى التي حرمها القدر من الإنجاب لم تنظر لأطفال ضرتها كأبناء لزوجها، بل كتهديد لوجودها ومصدر لغيرتها. من هنا بدأت تحيك خيوط المؤامرة. لم تكن مؤامرة للطلاق، بل كانت عملية تسميم ممنهج لعقل الزوج. بكلمات مسمومة أقنعت أحمد أن هؤلاء الصغار ليسوا من صلبه، وأن شرفه قد لطخ. هنا تحول البيت من سكن إلى مثلث جحيم. ضرة حاقدة، وزوج مغيب، وأم مستسلمة. بدأت المأساة بقرار تطهير الشرف كما زعم. لم تكن الجريمة جماعية في ليلة واحدة، بل كانت سلسلة من الإعدامات المنفردة. مالت، ثم جن، ثم الرضيع. الوسيلة كانت واحدة: وعاء بلاستيكي بسيط يستخدم في الغسيل تحول إلى أداة إعدام. ببرود يفوق الوصف كان الأب يغمر رؤوسهم في الماء الممزوج بمواد كيميائية خانقة، بينما كانت إيمان تراقب بنشوة الانتصار، وهالة تقف مشلولة الإرادة. وبعد كل جريمة كانت الرحلة الليلية تبدأ: حمل الأكياس السوداء وإلقاؤها في رشاح المرض. مياه الصرف التي ابتلعت أجسادهم لم تنجح في ابتلاع الحقيقة للأبد. انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، واصطحبت المتهمين لتمثيل الجريمة. كانت الصدمة في ثباتهم الانفعالي، فقد شرحوا كيف قتلوا الصغار وكأنهم يتحدثون عن روتين يومي. ولكن الصدمة التي هزت وجدان المحققين جاءت من مصلحة الطب الشرعي. تحليل الدي ان قطع الشك باليقين: الأطفال هم أبناء المتهم شرعا. لقد قتل أحمد أبناءه بيده بسبب وهم صدقه، ليكون الخاسر الأكبر في معركة لم يكن فيها سوى الشياطين. في عام 2020 أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستارة على هذه القضية. قاضي الجنايات لم يجد في قلبه رحمة لمن لم يرحموا صغارهم، فأصدر حكمه بالإعدام شنقا لل3. انتهت قصة أطفال المرض، لكنها تركت خلفها أسئلة صعبة عن الجهل والغيرة والشر الكامن في بعض النفوس. رحم الله صغارا كانوا ضحية لعالم لم يكن مستعدا لاحتضان براءتهم. لو وصلت إلى هنا فأنت بالتأكيد تحب القصص الحقيقية الغامضة. اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس، لأن القصة القادمة
قد تكون أكثر رعبا من هذه.